اصحى يا نايم. وتعالى اقول لك مين كان اول مسحراتي في الاسلام. كان الصحابي الجليل بلال بن رباح اول مؤذن في الاسلام. لما ربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام على المسلمين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلف الصحابي بلال بن رباح ان هو يلف على بيوت الناس يصحيهم للسحور، وده طبعا لان صوته كان حلو جدا وجميل. فالصحابي الجليل بلال بن رباح كان بيأذن فالناس تصحى للسحور، وكان معاه صحابي تاني اسمه ابن ام مكتوم كان بيمسك فالناس تمتنع عن الاكل. بس الكلام ده كان في صدر الاسلام. امال مين كان اول مسحراتي في مصر؟ الولي العباسي ذات نفسه كان بينزل شخصيا هو اللي يلف على بيوت الناس يصحيهم للسحور من مدينه العسكر في الفسطاط لحد جامع عمرو بن العاص، مسافه 3 كيلو كده تقريبا. وما كانش بيبقى راكب على خيل، كان بيبقى ماشي على رجله. اما بقى في العصر الفاطمي فكان الجنود هم اللي بيلفوا في الشوارع يصحوا الناس للسحور، لحد ما قرروا في الاخر انهم يعينوا شخص يتولى هو المهمه دي وسموه المسحراتي. وكان لازم يبقى عارف كل واحد في الشارع بالاسم. ويا ويلك بقى لو المسحراتي ده عارف عنك معلومه ولو صغيره قد كده اهو، هتلاقي فضحتك بجلاجل في المنطقه كلها. لو هتلاقي المسحراتي ده ماشي في الشارع يقول لك ايه: بطل كسل يا همام، اصحى وصحي المدام، قوم يا احمد للسحور وما تبقاش فرفور. هو اي قافيه والسلام، المهم ان اسمك يتحط في جمله مفيده علشان تصحى. تخيل انت بقى لو المسحراتي ده ماشي في شارعكم كان هينده عليك يقول لك ايه؟